ضجة كبيرة في السوشيال ميديا، وناس بزاف كيهضروا على احتمال انتقال لامين جمال للمغرب. واش بصح ممكن نشوفوا هذا النجم الشاب بقميص مغربي، ولا غير اشاعات كدور بلا اساس؟ الحقيقة لامين جمال دابا مركز مع الفريق ديالو، وما كاين حتى اعلان رسمي على شي انتقال. ولكن المفاجأة الكبيرة هي الاهتمام الكبير اللي ولا كيجي من جماهير المغرب. واش ممكن في المستقبل يتبدل كل شيء، ولا غتبقى غير هضرة مواقع؟ قول لي في الكومنتير، واش باغي تشوف لامين جمال في المغرب ولا لا؟ لامين جمال النجم الصاعد اللي خطف الأنظار في العالم كامل مازال مرتبط بالفريق ديالو، وما كاين حتى إعلان رسمي على شي انتقال. ولكن المفاجأة اللي ما كانش متوقعة هي هاد الاهتمام الكبير من الجماهير المغربية. بزاف ديال الناس ولاو كيسولوا علاش ما يكونش عندنا لاعب بحالو في المستقبل؟ واش ممكن نشوفوا بحال هاد الصفقات الكبيرة في البطولة الوطنية؟ ولكن انتظر، كاين واحد النقطة مهمة بزاف. المغرب دابا داخل في مرحلة تطوير كبيرة ديال الملاعب وتجهيزات رياضية عالمية، خصوصا مع الاستعدادات للأحداث الكبرى الجاية. وهنا بدا السؤال كيطرح راسو بقوة: واش هاد التطور ممكن يجلب نجوم عالميين في المستقبل؟ شوف، دابا هاد الشيء غير احتمال، ولكن في الكرة كل شيء ممكن، والمفاجآت كتوقع في حتى لحظة. دابا نجيك للسؤال المهم: واش كنتي متوقع نهار من الأيام نشوفوا لاعب بحال لامين جمال كيلعب في المغرب، ولا كتشوفها مستحيلة؟